الحيمه طيبه في الكوكوط بالاعشاب بلا حتى قطره ديال الزيت. المكونات بالزربه. اللحم عندي هنايا بصيله، هذه غير بصله قطعتها على 4. عندي هنايا هذا النص ديال داك الراس ديال الثومه، حيت فريمون ما بغيتش اللحم يجيني مجهد، حتى عرفتي باش كيجي مجهد راه كيدوخ على القبله. دابا غنمشي نوجد الكميميسه ديال الاعشاب. هنا كناخذ واحد التويب يكون صغير، انا قطعته من زيت ديال حياتي نقي ويكون بيض من الاحسن باش ما يكونش فيه شي لون ويستقطرق لكم الصباغه في اللحم. وكندير فيه هاد الاعشاب هادو، درت شويه من الحاجه باش ما يجينيش اللحم مجهد. شويه ديال الشيح، شويه ديال الازير او اكليل الجبل، شويه ديال الزعتر وورق الرند اولا ورقه ديال سيدنا موسى. غنجمع هاد الكميميسه ديالي غنجمع هاد الكميميسه غادي نربطها وغادي نديرها مع اللحم. وغادي نزيد واحد شويه ديال الماء. غادي نزيد دابا واحد شويه ديال الماء وغادي نردو فوق البوطه يطيب. غادي نسد دابا الكوكوط وغادي نخلي هاد اللحمه هادي كطيب على نار متوسطه. اون فوا تبدا الصفاره كتصفر غادي نقص عليها ونخلي العافيه تكون مهيله. ها هي اللحمه طايبه كما تكون هادي. ها هي الكموسه راه حيتها الكموسات حيتها. ها هي اللحمه طيبه مزيان، ها شوف كتفرتت حتى هذا زعما اللي حتى هذا المورسو زعما اللي كبير حتى هو راه طاب تبارك الله. هاد المريقه هذه اللي هنايا كنسقي بها هاد اللحمه هذه صافي وغادي نحطها. غادي نرافقها ب لايكوفير مشرمله، لوبيا الخضراء مشرمله، وبالصحه والراحه.